الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء. عقدت اللجنة السياسية اجتماعا أمس برئاسة المساعد السياسي لرئاسة الوزراء المولوي عبد الكبير، ونوقش في هذا الاجتماع الوضع الراهن في أفغانستان والعلاقات الدولية للإمارة الإسلامية وجذب المساعدات الإنسانية. سلمت وزارة المناجم والبترول استخراج منجم فحم النفرات في منطقة كوشتا بمقاطعة نينغرهار إلى شركة خاصة محلية من خلال مناقصة مفتوحة. قام رجل أعمال ببناء مزرعة دجاج على مساحة 20 فدانا من الأرض تبلغ قيمتها أكثر من $1,000,000 في العاصمة كابول، ووفر فرص العمل لنحو 30 شخصا. تمت الموافقة في الاجتماع 30 لمجلس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية على خطة المساعدة النقدية الشهرية لوزارة شؤون الشهداء والمعاقين للمعاقين والأرامل والأيتام. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي: التقى السفير الياباني في العاصمة كابول السيد تاكاشي أغادا أمس بوزير الخارجية المولوي أمير خان متقي، وناقش خلال اللقاء العلاقات الثنائية والوضع السياسي. صرحت وزارة الدفاع الوطني إن قوات 313 الفيلق المركزي نفذت عملية على مخبأ للمتمردين في منطقة سالنج بمقاطعة بروان، مما أسفرت عن مقتل 8 متمردين بينهم قائد المتمردين أكمل أميري. صرحت وزارة الصناعة والتجارة إن مشاركة المرأة في الاستثمار زادت في عام 1401 بنسبة 66% مقارنة بعام 1400.